البنات دايما شاطرين اكيد طبعا. شطارتهم ان هم بيعرفوا يعبروا عن مشاعرهم بالظبط. حاجه صعبه علينا احنا كرجاله، مش عشان يعني اللي انتوا بتتكلموا كتير، لا، بس عشان دايما عندكم كل جديد. والجديد ده حصل وانا بشات معاها مره على الواتساب بعد موقف جمعنا سوا. بعتت لي قلب لونه بنفسجي، فسالتها اشمعنى يعني اللون البنفسجي ده اللون اللي انت بتحبيه؟ قالت لي لا، الواتساب فيه 9 الوان للقلوب، كل لون بيعبر عن حاجه. البنفسجي بيعبر عن حاجتين مهمين، الثقه والتفاهم. كان عندها مشكله وعايزه تحكيها، فبتقول لي انا وثقت فيك وحكيتها لك، ولما حكيتها فهمتها بسرعه، ما تعبتنيش يعني ان انا اقعد اعيد وازيد في الكلام، فكافئتك وبعت لك قلب لونه بنفسجي. قلت لها ياه، كل ده في اللون البنفسجي؟ طب بقيه الالوان عامل ازاي؟ قالت لي عندك الاصفر، بيقولوا عليه كده حلاوه بدايات، ولما البدايات تحلو وتحلو والاهتمام فيها يزيد يبقى برتقاني، ولما الاهتمام يزيد اكتر واكتر يبقى عشق ورومانسيه يبقى قلب احمر. عندك بقى القلب البني، قلت لها ده زي لون البن بالظبط، قصدك كده؟ قالت لي تمام، القهوه مره بس طعمها حلو، حب مكمل برغم الظروف السلبيه اللي حواليه. قلت لها طب الاسود يعني كره؟ قالت لي لا، مفيش قلب بيكره، بس تقدر تقول يعني هما 2 مزعلين بعض قوي، بس برضه لسه مكملين. عندك القلب الابيض، وده مش هشرحه ان هو بيشرح نفسه، ودايما بحطه ومعاه قلب تاني، كاني بوصف الفعل ده انه فعل زي القلب الابيض. والازرق والاخضر، الازرق زي لون السماء الصافيه، 2 منسجمين مع بعض. نقدر نقول يعني ان كل حد كده حصل اعجب بالتاني من اول نظره، شخصيات ايقونيه قابلت بعض في الحياه. القلب الاخضر ده بقى بيعبر عن الحاجات المستخبيه والمخيفه. قلت لها ازاي يعني في حاجات مستخبيه ومخيفه وبرضه بتعبر عن الحب؟ قالت لي زي الغيره. سكت. 9 الوان، كل لون بيعبر عن حاجه. طب والله فكره، قررت ان انا اقلدها. قلت يعني اوثق المواقف اللي هتيجي تحصل بينا وابعت لها قلب هيلخص حاجات كتيره قوي بدل ما اقعد اشرحها. وفعلا جمعتنا مواقف. ابدا ان انا شات معاها، امسك الموبايل واحط 9 الوان من القلوب قدامي، بس مفيش قلب بيعبر عن اللي انا عايزه. كل دي لحظات، في حاله كده انا مش شايفها فوق القلب من دول. انا عارف لونه، بس هو اللون ده مش موجود ليه؟ يعني ليه يعني شركه واتساب حطت 9 الوان دول بس؟ وتخيلت نفسي كاني قاعد في مقر شركه واتساب في اجتماعهم السنوي بيناقشوا فيه ايه الابديت اللي ممكن يحصل للتطبيق، وكنت انا صاحب الاقتراح الاول اللي هم يحطوا القلب رقم 10، القلب الرمادي. الخبراء اللي كانوا قاعدين معايا في اوضه الميتنج يعترضوا طبعا، واولهم الخبير السياسي اللي قاعد قدامي. قال لي انت عارف اللون الرمادي ده معناه ايه في السياسه؟ المنطقه الرماديه هي المنطقه الواقعه بين السلم والحرب، وده شيء غير مطمئن للشعوب. قلت له طبعا عندك حق، وهي المنطقه التي تنطوي بظاهرها على اعمال حرب لكنها من الناحيه القانونيه فيها سلام، وعندها فرص انها تتحرك ناحيه السلام لو توفرت لها الظروف والامكانيات المناسبه. سكت الخبير السياسي عشان تتكلم الخبيره النفسيه اللي كانت قاعده على شمالي. قالت لي الاسواق دايما بيحبوا الوضوح وعدم التشويش، اللون الابيض والاسود اكتر شيء واكتر الوان بيحبوها. قلت لها الاسوياء برضه ما عندهمش حياه مطلقه، وعارفين ان مفيش علاقه عاطفيه تتقارن بتاني، العلاقات بتختلف في التفاصيل، ولا يمكن قياس علاقه باخرى حتى لو كان هذا القياس هو مؤشر للعلاقه. كلام كبير صح؟ ما انا لازم ارد عليها، هحضر اجتماع واتساب من غير ما اكون مذاكر؟ كنت مذاكر كويس. سكتت الخبيره النفسيه عشان تتكلم الخبيره العاطفيه اللي كانت قاعده على يمين، اللي كانت متخيله ان اكيد الخبير السياسي والخبيره النفسيه هيجهدوا الفكره في اولها. قالت لي احنا عايزين طول الوقت يبقى الحد الفاصل ما بين الصداقه والحب واضح، القلب الرمادي هيلخبط الحد ده. قلت لها كلنا دون استثناء كان عندنا محاولات اللي احنا نقفز من حدود الصداقه لحدود الحب، نقدر نقول عليها تجارب، حاجه كده تبقى ملكيتها لينا، بنتعلم منها، بنزعل شويه، بنسمع عشانها اغاني وبنفرح بنفسنا كتير، لغايه مره واحده بيحصل خلاف لا يتوقعه احد بين الطرفين، مع احتفاظ طرف منهم انه عايز يتراجع
او يفضل زي ما هو في المرحله الرماديه، وفي الاخر بيسيبوا بعض مع احتفاظ كل طرف بتمني الخير والتوفيق للطرف الاخر. طب ما هو ده القلب الرمادي، ليه بقى ننكر وجوده؟ سكتوا، وفي اخر الاجتماع قرروا ان هم هينزلوا الابديت الجديد، وان القلب الرمادي هيكون موجود، وهيسيبوه لمده سنه 12 شهر، وعلى الناس اللي هيستخدموه يبعتوا الفيدباك للشركه ويشوفوا تاثيره ايه عليهم. واول حاجه عملتها اني نزلت الابديت، ويلا بينا بقى عشان نملى الملف نستخدم القلب الرمادي شويه. الرمادي احتمالاته كتير قوي. قلقت مره بالليل، شربت ميه وقعدت كده على السرير، خطرت ببالي، فبعت اسالها سؤال، قلت اكيد يعني احتمال كبير انها نايمه بس هترد عليها لما تصحى. بس الغريب انها كانت اونلاين تايبنج بتكتب، واول حاجه كتبتها لي هو انت بعت لي ليه دلوقتي؟ قلت لها يعني ابدا، يعني انت خطرتي على بالي فقلت ابعت لي. قالت لي غريبه، اصل انت برضه خطرت على بالي. قلت لها طورت خواطر، نعمل ايه بقى؟ وبعت لها قلب رمادي. غابت شويه، اختفت كده بتاع حوالي اسبوعين. بعت لها بقول لها طمنيني عليكي. راحت اتصلت بيا في مكالمه طويله مدتها ساعه ونص، قعدت تحكي لي على المشكله اللي كانت متعرضه لها في الاسبوعين اللي فاتوا. وكل اللي كان بيدور بالي في المكالمه هو احنا ازاي بنتكلم كده مع اننا مش بنتكلم كل يوم. المكالمه كاننا حد بنتكلم مع بعض كل يوم، كنت لسه مكلمها امبارح. اكيد المكالمه انتهت بقلب رمادي. غريب قوي الرمادي. حتى لما جيت غيرت عليها مره لقيت نفسي هادي، مش متضايق، بغلي من جوه لكن اعصابي تحت السيطره. يمكن عشان الرمادي هادي ما بيصدمش حد. لقيت نفسي بهزر معاها وبقول لها هو يعني اللي كان بيسلم عليكي ده متعود يسلم عليكي وبتحكي بهزار كده؟ ها؟ لقيتها قالت لي ده هو طبيعي كده مع كل الناس، هو عادي، وتصرفها كمان عادي. اكيد مش هبعت لها قلب اخضر. قلب اخضر يعني انا كرامتي مجروحه ومنظري وحش قدام الناس، وان يعني شاكك انك مش بتحبيني او انك شايفه حد تاني افضل مني. لكن هبعت لها قلب رمادي. عارفين عشان معناه ايه؟ معناه انا شايف ان حواليها ناس كتيره بس هي هتسيبهم وتختارني انا. مش ثقه بالنفس، احساس بالمنافسه الشريفه. وهي فعلا كانت بتختارني. تمسك تليفونها ومن كل الكونتاكتس اللي معاها على الواتساب تبعت لي مسج عايزه مني خدمه معينه او مشاركه معينه، اشاركها في اختيار كتاب، في لون شنطتها، في هدوم هتلبسها، اللابتوب باظ وعايز اصلحه في مكان، الموبايل مش عارف حصل له ايه، شوف لي سمسار، حاجات كتير انا اصلا ما اعرفش اعملها، ومتاكد ان في ناس كتيره هي تعرفهم يعملوا الحاجات دي كلها احسن مني. لكنها كانت عامله زي المخرجه اللي كانت بتسيبني امثل، تقول لي تعالى العب الدور ده، ترمي لي الخطوط العريضه وتسيبني اجتهد. مش حاطاني في تنافسيه ولا في ضغط، وانا قاعد بجتهد وهي بصالي وعاجبها المشاركه وبتقول لي برافو على كل تفصيله بجتهد فيها، مش استعراض عبيط. اللون الرمادي اقول عليه مثلا انه مش بس حيادي، مش واضح. الناس بيقولوا ان الوضوح او عدم الوضوح عيب، بس انا كنت شايفه ميزه. مره حصلت مشكله بيني وبينها، انا وعدتها ان انا اعمل لها حاجه بس ما عرفتش ان انا اعملها. حسيت انها زعلانه بس ما كنتش عارف هي زعلانه من ايه تحديدا، ان الحاجه دي ما اتعملتش ولا اني ما حاولتش ولا قلت خلاص انا هبعت لها رساله اقول لها انا عارف انك زعلانه بس معلش ما كانش بايدي. شافت الرساله وما ردتش عليها بس ما اتضايقتش. اللون الرمادي بيرفع الحرج عنك كده، ما تحسش انك محرج. بعدها بيوم رحت بعت لها نفس الرساله، ردت عليا وقالت لي انا مش زعلانه، وانتهى الموقف. تخيلت نفسي لما اجي اتجوزها اخد القلب الرمادي لحالته كده وانقلها بعد الجواز، زي مسلسلات الثمانينات اللي كنت بتلاقي زوج وزوجه قاعدين بيتناقشوا ويتخانقوا من اول حلقه في المسلسل لغايه اخرها، وهم في السفره وهم في الشارع وهم في اوضه النوم بيلفوا حوالين المشكله، مش واضحين فيها، لا هي بتجرحه ولا هو بيجرحها، وفي النتيجه ان المشكله بتخلص وبتنتهي. الوضوح احيانا بيأذي، وبرغم جاذبيه اللون الرمادي وسلطته
لان زي ما قلت بتحصل مشكله مره ما حدش متوقعها، ودايما بتبدا بجمله انا ما بحبش كده وتنتهي بجمل كتير. القلب الرمادي اول مره يسمعها ما كانش بيسمعها قبل كده، وبنبعد عن بعض. اجري انا وهي عشان نقف عند اول حدود الصداقه عشان نحافظ عليها، لكنها بتتدمر، مش بيفضل فيها الا جمله واحده بس، ان كل طرف بيتمنى الخير والتوفيق للطرف الاخر. دي كانت تجربتي مع القلب الرمادي، واللي عندي واللي ليكم فيه واللي عندكم من محاولات يبعت لنا على باب الحكايات. بحب في غرامك الاقي كلامك محدد قصادي، كلام مش بيحود يا ابيض يا اسود لكن مش رمادي، كده كده هتراضيني وتكسب فؤادي، لكن بالملوعة هتخسر فؤادي، كده كده هتراضيني وتكسب فؤادي، لكن بالملوعة هتخسر فؤادي، لكن بالملوعة الملوعة هتخسر فؤادي.